بما اننا بنحب الطبيعة وان احنا ما ناخدش ادوية، ما ناكلش اكل مصنع، دايما بيسألوني طيب بما ان الخضار والفاكهة مهمين جدا لتغذية البشرة والشعر، طب ما لو ما كلناهمش وحطناهم على بشرتنا على طول احنا كده نستفيد اكتر؟ واحنا متربيين على الوصفات بتاعت الزبادي والليمون والزبادي والعسل وزيت الزيتون والحاجات اللطيفة دي. انا هجاوبكم من وجهة نظر علمية بسيطة. الفاكهة او الخضار في شكلها الطبيعي هي معمولة عشان احنا لما بناكلها بتتهضم ونستخلص منها الفيتامينز، فاحنا لما بنحطها على بشرتنا بنفقد هذه المرحلة، انه انا الفيتامينز او المينرالز تتحول الى فيتامينز ومينرالز وبشرتي تمتصها بشكل جيد. في منها حاجات لطيفة زي الخيار ده سوزنج يعني مرطب، بس ده مش كل الفيتامينز بتخش البشرة. حاجة كمان، احنا لما بنحط الفواكه او الماسكات دي بشكل مش معير على بشرتي فقد يلهبها، يعمل التهابات. انا في اكيد سمعتوا عن ناس كتير حطت ليمون فبشرتها نشفت وجفت وقشرت. طب الاجابة برضو ايه؟ الاجابة ان دي تجارب متوارثة تحمل الصدق وتحمل الخطأ. اللي يلاقي ماسك جميل ريح بشرته يعمله، لكن ده مش هيغنيه عن تناول الفيتامينز من خلال الفاكهة والخضار.